السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا إن شاء الله مع تعبير رؤاكم من التعليقات كما وعدتكم، ولكن لي رجاء كل من يسمع رؤيا أو يقرأ رؤيا الآن أو في أي وقت أو في أي مكان فيها بشرى لصاحبها يستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو لصاحبها بالبركة فيقول: اللهم بارك له فيما رزقته وارزقني كما رزقته. الرؤيا الأولى هي دعاء سيدنا زكريا عليه السلام في المنام. هذه الرؤيا تدل على كثرة مناجاة الله سرا أو في الخفاء كما كان يفعل سيدنا زكريا عليه السلام. من أكثر الأدعية في الرؤى التي تدل على يقين الإجابة وعلى البشرى من الله جل وعلا هي أدعية سيدنا زكريا عليه السلام. قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا بعدها؟ فاستجبنا له. فاء السرعة، الفاء تدل على سرعة الإجابة. وقوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وأيضا هنا فنادته الملائكة، أيضا فاء السرعة، سرعة إجابة الدعاء والبشرى بيحيى. فهذه الرؤيا تشبه كثيرا ما حدث مع سيدنا زكريا عندما ناجى ربه وسأله ودعاه فبشره بيحيى، وقد وهبك الله في الرؤيا طفلا. فهذا يشبه ما حدث مع سيدنا زكريا. فانتظر البشرى من الله جل وعلا. النظر من النافذة يدل على انتظارك للفرج والدنيا البيضاء، المستقبل الجميل الذي ينتظرك إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. تعبير هذه الرؤيا كله يدور حول الأب وصلتك به وصلته بك. فأنت تقرأ القرآن في الصلاة. القرآن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن طلحة رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله؟ قال: لا، لم يوصي. فقلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ فقال: أوصى بكتاب الله. فأنت تقرأ وصية رسول الله. وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأنت تصلي جهة الجنوب، أي أن صلتك بالوالد كلها تعتمد على الاجتناب، فالجنوب من الاجتناب. ثم قطعت الصلاة باكيا. هذا يدل على المعوقات التي تحول بينك وبين القيام بهذه الوصية على أكمل وجه وكما ينبغي. ومعنى البكاء هنا يدل على التعب والضيق النفسي الذي تجده من هذا الأمر ومن هذه المعوقات. نشرح كلمة أبا بكر كما جاءت في هذه الرؤيا. أبا بهذا الشكل تدل على النداء كأنك تنادي على والدك. وكلمة بكر إذا حذفنا الباء أصبحت كر، وكأنك تقول: يا أبتاه عد، يا أبتاه ارجع. ولكن للأمانة أرى في هذه الرؤيا تنبيه أنك تتقرب إليه، تتقرب منه، وتفعل كل ما بوسعك للإحسان والبر به مهما كان، حتى لا تقع في الندم وقت لا ينفع الندم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الرؤيا فيها بشارتين لك. البشارة الأولى وهي سعة الرزق ودخول رزق كبير عليكم بإذن الله، وهذا من رمز الزواج بأخرى. وأما البشارة الثانية فهي بشرى لك بالإنجاب وأن تصبحي أما بإذن الله جل وعلا. وهذا من تعبير الاسم. فاسم أميمة هو تصغير لكلمة أم، وجاءت على هيئة أنها ابنة أختك، فأنها تكون المولودة ابنة لك أنت. فالأخت تدل على نفس الرأي والعكس صحيح، وذلك من قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أرى أن زوجك سيطير فرحا ويهيم فرحا بهذه المولودة الجديدة، حتى أنك تخافي أن يهملك تماما وينساك انشغالا وفرحا بالطفلة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما رأيته من النور في بدنك ووجهك في هذه الرؤيا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الناس يوم القيامة فمنهم من يعطى نوره كالجبل، ومنهم من يعطى أكثر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم من يكون دون ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نورا رجل نوره على إبهام قدمه يطفئ مرة
ويضيء مرة فيمرون على الصراط. وأرى في هذه الرؤيا العمل الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به ليجعلك تمر على الصراط بسلام بإذن الله ويجعل لك نورا، وهذا العمل هو حسن الجوار، حسن خلقك، حسن جوارك مع الأقربين خاصة ومع الأبعدين. وذلك من أن رسول الله يحمل في يده جيرة لبن، في الكلام العام يقول الناس فلان جيرته مثل اللبن، وهذا مثل يطلق على من يكون حسن الخلق مع جيرانه، والله تعالى أعلى وأعلم. لا أرى تعبير لهذه الرؤيا إلا أنه اتهام في الشرف والعرض، أنك اتهمت في شرفك وعرضك، لكن عودته إليك يدل على ظهور الحق، واللون الأبيض يدل على براءتك من هذه التهمة التي نسبت إليك. وزوجان الورد باللون الأزرق، اللون الأزرق رزق، وهذه بشارة أن الله سبحانه وتعالى يرزقك بالزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الرؤيا تعبيرها مهم جدا لأن فيها رمز يدل على الله جل وعلا. من أكثر الرموز التي أتعامل معها بدقة شديدة وحرص وحذر هي الرموز التي تدل على الله جل وعلا. الرمز الذي يدل على الله في هذه الرؤيا هو رمز الطبيب. في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني، جاء رجل إلى رسول الله فلما رأى خاتم النبوة في ظهره قال: يا رسول الله أرني هذا فإني رجل طبيب. فرد عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: بل أنت رجل رفيق، الله هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها. وفي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة تضع يدها على صدره فتقول: اللهم أنت الطبيب وأنت الشافي، فيرد عليها قائلا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم. والقرينة هنا أنه يخبرك بأن هذا هو الخير، فالذي يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم الغيب وحده هو الله جل وعلا. غرفة العمليات في الواقع لا يدخلها إلا أهل الاختصاص، ويكون فيها سرية تامة ويكون فيها حرص، فأرى أنك تعد لأمر هام تلجأ فيه إلى أهل الاختصاص ويكون فيه سرية بينك وبين الله جل وعلا، ولكن هذا الأمر لا يتم وينقطع أملك فيه تماما. البيت القديم والظلمة وكل هذه الرموز تدل على الضيق وضيق النفس الذي تمر به إثر تعطل هذا الأمر وفقدان الأمل فيه، ثم تمر من أمامك أي فجأة يحيي الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي فقد فيه الأمل وانتهى. ورداء الصلاة لا يلبس إلا عند الاتصال بالله جل وعلا، فهذا دليل على أنه تزداد وتقوى صلتك بالله ويقوى إيمانك بعد أن يحيي الله سبحانه وتعالى بقدرته هذا الأمر الذي فقد فيه الأمل، والله تعالى أعلى وأعلم. الشخص المجهول الذي تمشي معه وتتقاسمي معه الحلوى يرمز إلى زوجك الذي ستحيين معه بإذن الله أوقاتا وحياة جميلة. القناطر الخيرية ترمز إلى أن الله سبحانه وتعالى سيوفقه إلى أعمال خيرية كثيرة يقنطر منها الحسنات، فالقنطرة تكون في الحسنات ويرفع الله بها قدره في الدنيا والآخرة، وهذا معنى أنه ذا منصب عالي. المال الذي دفعه يدل على أنه يبذل جهدا في توفير الحياة الطيبة لكم، وأنت كذلك تبذلي جهد الذي تقدري عليه حتى وإن كان ذلك سرا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر واللبيب بالإشارة يفهم. هذه الرؤيا يقول صاحبها أن كل من رآها أو كل من عرضها عليه لم يستطيع أن يعبرها، فلعلي بإذن الله وفقت في تعبير هذه الرؤيا. استئجار المحل يدل على المرور بفترة مؤقتة، لأن المستأجر عكس المالك يكون غير مستقر وظروفه غير مستقرة. الرجل البشوش الذي دخل يدل على خير يدخل عليك. أما كلمة تسجيل يشغل أغاني ليست لا علاقة أبدا، تسجيل يشغل الأغاني ليست له علاقة لا بالتسجيل ولا بالأغاني، وإنما التسجيل من لفظه يدل على تسجيل تدوين اسمك أو تدوين بيانات والدخول في شيء ما يكون منه شغل وعمل يدر عليك ربح لتصبح من الأغنياء. ومعنى أنك جربته أي أنك تفكر في الأمر، تحاول أن تدخل فيه بالفعل أو تدون فيه بالفعل، ولكن تكون متردد، ومعنى ذلك أنك خرجت تمشي في الشوارع، فهذا يدل على الحيرة والتردد في اتخاذ القرار، والله تعالى أعلى وأعلم. وقت رؤيا مهم في التعبير بالنسبة لي. أنت رأيت هذه الرؤيا بعد أن عبرت لك رؤية الحجاب التي تخصك، فالأساور في اليد تشبه القيد، والأساور من الأسى، فهذه الأساور تدل على الأسى والقيود التي تلقينه في لبس النقاب أو تحول بينك وبين لبس النقاب. وكان معي أساور أكثر منك، أي أنني
ما لقيته في لبس النقاب من القيود ومن الأسى كان أكثر منك، وهذا والله ما حدث بالفعل، وأنه من ذهب، أي أن هذه القيود وهذا الأسى قد ذهب بفضل الله، ولكن القرينة معه أن الشكل جميل. فما هذا التناقض؟ الشكل الجميل لأن كل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فبالطبع لابد أن يكون جميل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الرؤيا لا يحمد تأويلها، أنصحك ألا تفكري فيها ولا تبحثي عن التعبير، وافعلي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعيذي بالله منها وصلي ركعتين، اسألي الله خيرها واستعيذي من شرها، ويمكنك أن تخرجي صدقة، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية ثانية فيها رمز يدل على الله جل وعلا. الأب في هذه الرؤيا يدل على الله جل وعلا، كانت له هيبة، فالهيبة والعظمة لله وحده. وسمعت من يقول لك أنت بأعيننا، فأنت في حفظ الله ورعايته. هذه رسالة طمأنينة لك من الله، مهما مررت من متاعب وابتلاء ومهما كانت مخاوفك، فأنت في حفظ الله ورعايته، والله تعالى أعلى وأعلم. الزواج من زوجك مرة أخرى يدل على تجديد العلاقة وكسر الروتين وإصلاح المشاكل، ولكن السيارة يقودها سائق آخر، فهذا يدل على تحكم البعض في حياتكم مما يفسدها عليكم ويؤدي إلى مشاكل، ويبدو أن أهل الزوج لهم سيطرة كبيرة على حياتكم. في هذه الرؤيا تعبير غير محمود، ولكن أنصحك أن تحافظي على حياتك الزوجية مهما كان، وأن تستعيني بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. التبول في الأصل يدل على الراحة والفرج، ولكن بهذه الطريقة التي وصفتها فيدل على التقاعس، أو كأنك تعطي لنفسك فترة أجازة من بعض المشاغل أو بعض مسؤولياتك في المنزل، لكن هذه الفترة وهذه الراحة سيعقبها تحمل مسؤوليات أكبر ومشاكل أكبر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الرؤية من نوع الرؤى الذي يعكس شخصية الرائي بشكل كبير، ولكن لا أتطرق إلى وصف شخصية الرائي. البط يدل على مال أو رزق يكون قليل، ومع بذل الاهتمام وبعض الجهد يصبح مشروع مربح بإذن الله، وأنه كان في أقفاص، أي أن هذا الرزق أو المال كان صعب أن تحصل عليه، وقد يسره الله سبحانه وتعالى لك، ولكن لما تيسر لم تحسن التعامل معه، فيبقى هذا الرزق معلق. وانتهت الرؤيا وأنت تبحث عن السيارة، فإما أنك تنتفع من هذا الرزق انتفاع كبير، وعند ذلك يجب عليك إخراج صدقة لتطهير هذا المال، لأنك لم تدفع ثمنه من البداية، وإما أنك تصرف نظر عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصبر ويجبر قلبك ويعوضك بالخير. طبعا الميت على وجه ابتسامة، هذا يدل على حسن العاقبة، لقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قوله أنه كان تعبان واستراح، أي أنه استراح من متاعب الدنيا، لأن التعب في الدنيا والراحة الحقيقية في الجنة من الله سبحانه وتعالى. معنى كلمة رنيت عليك أي أنه يطلب إليك طلب. اتصال الميت على الحي أي أنه يطلب إليه طلب، وهذا الطلب في كلمة من تبلت، اتصل من تبلت، تاب بمعنى الرجوع. لت قد تبدو كلمة عامية، ولكن هي كلمة لها أصل في اللغة العربية، ومعناها كثرة الكلام فيما لا يفيد، فهو يطلب منك الرجوع عن الكلام الذي لا فائدة منه، والله تعالى أعلى وأعلم. شفتي قطرة مطر، أول الغيث قطرة، مثل يقال في الاستبشار والفرج، ثم وجدت الأرض ملئت بالمطر، فهذا دليل فرج يأتي إليكم شيئا فشيئا، ثم يعم أهل البيت جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. حمل السواك الاستعداد لأمر فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجواز السفر يرمز للسفر، فأرى أن هذه الرؤيا كلها تدل على الاستعداد في وقت من الأوقات لأداء العمرة، والله تعالى أعلى وأعلم. الجلوس متربعة يدل على ثقتك بنفسك وحسن تعاملك مع من حولك، وأيضا اسم نرمين يدل على أنك لديك شيء من اللين في التعامل، وأنت تحدثيه عن أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أصلا يضرب به المثل في التشدد والحزم، فكأنك تحدثيه عن الحزم في علاقة الصداقة التي بينكم والحب في الله وحب الله جل وعلا، والله تعالى أعلى وأعلم. أعتذر على الإطالة هذه المرة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.